زي ما قلت لكم مرة قبل كده ان اشرف مهمة اي انسان ينفذها هي ان يحمي وطنه ويحمي بلده ويحمي عرضه ويحمي ناسه، ودي المهمة اللي احنا مكلفين بيها. هو اشرف دور ممكن اي انسان يتولاه، وهو ليه قيمة كبيرة جدا عند ربنا سبحانه وتعالى. لو احنا يعني كان الهدف منه مرضاة الله سبحانه وتعالى وحماية وطننا بفضل الله سبحانه وتعالى، الاستعلاء بالدين ده مش موجود بينا ومش مطروح ان يبقى موجود بينا. في الشخصية المتوازنة المعتدلة المتسامحة القادرة، مش معنى انك انت متوازن ومتسامح انك انت مش قادر، لا، ده بالعكس، ده كل ما تزيد قدرتك كل ما يزداد توازنك، كل ما يزداد معرفتك كل ما يزداد تواضعك. في تطورات كتير جدا بتحدث في منطقتنا وانتم متابعين، ودي بتستدعينا ان احنا دايما نبقى في اعلى درجات الفهم الاول والوعي ثم الاستعداد. وانا الحقيقه يعني عندي ثقه كبيره جدا فيكم، انتم جيل الشباب اللي هو الدنيا كلها قدامه. ربنا يديكم العمر والصحه ويوفقكم، فاستفيدوا من الوقت ده. زي ما بقول كده، انتم الجيل اللي هيتولى مسؤوليه امن وحمايه الدوله المصريه، وعشان كده بقول لكم ان احنا لم نبخل لا بعلم ولا معرفه ولا بخبرات ولا بنظم تعليم على اعلى مستوى عملناها وقدمناها لكم. شباب مصر القوي القادر الواعي الفاهم الحريص على بلده وامنها وسلامتها. الحمد لله رب العالمين، ربنا بيوفقنا وهيوفقنا اكتر ان شاء الله كل ما نبذل جهد ونصبر ونعمل. مش مني، انا يومين وهمشي اروح عند ربنا، لكن النيل منها، وده اللي انتوا ما تسمحوش بيه ابدا. كل مصري ومصريه، كل شاب صغير وكبير، عينك على بلدك، عينك على بلدك. اوعى بلدك تضيع منك، مش هترجع تاني. مش عشان انا هنا، والله ما عشان انا هنا. أنا بقول الكلام دوت وأرجو إن هو يصل، إذا كنت بقوله من قلبي يصل لقلوبكم. اوعوا خلوا بالكم منها، عينك على بلدك، اوعى بلدك تضيع منك، مش هترجع تاني.